USS شانيل ماروك. ولاية أمن الدار البيضاء هذا الصباح وتجمع مختلف التشكيلات الأمنية استعدادا للخروج إلى الشارع العام لأداء واجبها ومهامها كالمعتاد، لكن هذه المرة بزي نظامي رسمي جديد. وتتوفر في الزي النظامي الجديد خصائص تشخيصية تسمح التعريف بالموظف أو الموظفة، بحيث يحمل شارة صدرية معدنية تتضمن هوية الشرطي، وشارة أخرى على الكتف تدل على الوحدة الأمنية التي ينتمي إليها. ويندرج العمل بهذا الزي الجديد في سياق عصرنة وتحديث جهاز الأمن الوطني بشكل يسمح له بمواكبة التطورات والمستجدات التي تشهد المنظومة الأمنية. في هذا اليوم الذي له رمزية تاريخية بتقديم وثيقة الاستقلال، أعطت المديرية العامة للأمن الوطني الإذن بارتداء الزي الرسمي الجديد استجابة للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحديث هذا القطاع وجعله قطاعا خدماتيا لجميع المواطنين المغاربة رعاية جلالة الملك على جميع المستويات. السيد المدير العام للأمن الوطني من خلاله يريد عصرنة هذا الجهاز وجعله يصنف ضمن مصاف الدول المتقدمة في المجال الأمني. ومن مزايا هذا الزي الجديد لعناصر الأمن الوطني هو توفر على مواصفات عالمية جديدة يساعد على الإطلاع الأمثل بمهامها، ويعتبر هذا الزي الرابع من نوعه منذ تأسيس الأمن الوطني. الزي النظامي الجديد لموظفي الأمن الوطني يهدف إلى تطوير أداء المنظومة الأمنية ببلادنا وضمان الفعالية والاستجابة الفورية لانتظارات المواطنين في مجال الأمن، فضلا عن توطيد الشفافية في عمل مصالح الأمن الوطني. من الرباط روبورتاج عبد الله شقر وعبد العالي عيد. ابتداء من اليوم زي نظامي جديد خاص برجال الأمن. الزي الجديد تتوفر فيه خصائص تشخيصية تسمح بالتعريف بموظفي الأمن، وذلك بهدف توطيد الشفافية في عمل مصالح الأمن الوطني. كما يحتوي هذا الزي على عدة علامات تعريفية تدل على جهاز الأمن الوطني، بالإضافة إلى أكسسوارات معدنية مختلفة. هذا الزي من الخصائص ديالو أنه يتناسب مع طبيعة المهام الموكولة لكل واحد على حدة، بحيث أن الطبيعة ديالو والشكل ديالو واللوازم ديال العمل المرفقة كتماشى مع الطبيعة ديال المهام الموكولة، وهذا من شأنه أنه يحقق الأهداف اللي كتوخى المدير الوطني من العمل ديال الشرطي. المديرية العامة للأمن الوطني حرصت على أن يتلائم الزي النظامي الجديد مع المهمات الميدانية لمختلف وحدات الشرطة، وذلك بتحديد زي خاص لكل من كوكبات الدراجيين وفرق التدخل وفرق الهيئة الحضرية وشرطة المرور وشرطة الحدود، مع الاشتراك الموحد في العلامات المميزة لجهاز الأمن الوطني. تم إيقاف شخص يحمل. وضعت المدير العام للأمن الوطني مجموعة من الإمكانيات المادية والبشرية على إشراف الشرطيين لتوفير الشروط والظروف الموضوعية للأداء الشرطي في أحسن وجه. في هذا الإطار هذا كيدخل مشروع ديال تغيير وتحديث الزي ديال الشرطة، لأن هذا المكون ديال الزي مكون من ضمن المكونات ديال المنظومة الأمنية اللي كيوفر الشروط الموضوعية لأداء أحسن. الزي الجديد لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني حلقة جديدة تندرج في إطار استراتيجية تحديث وعصرنة جهاز الأمن الوطني وتطوير البنيات الشرطية بما يتلائم مع التطورات والمستجدات التي تعرفها منظومة الأمن، وضمان الفعالية والاستجابة الفورية لانتظارات المواطنين في مجال الأمن.